كل سنة وأنت طيب لطيف. كنا عايزين بقى كده مع بعد العيد كده تعمل لنا، عايزين نشوف النظام كله على بعضه، يعني عايزين نشوف كده حتة واحدة. وانت بالصحة والسلامة يا توفى، بس كله حتة واحدة ازاي؟ يعني مش فاهم يعني ما سمعتش عن الاركتكشر. يعني عايزين نشوف مكونات النظام، لان احنا عايزين نعمل اجتماع مهم نقرر ايه الحاجات اللي ممكن تكبر من النظام، اذا كان ممكن نطور فيه اجزاء مختلفة، حاجات زي كده. مش عايز اضحك عليك يا فندم، اصل النظام نما لوحده. نما لوحده؟ يعني ايه؟ مش فاهم. يعني نما كده، عارف؟ يعني مثلا احنا في الاول كده طلبوا مننا شوبينج كارت، قعدنا نعمل في الشوبينج كارت، قالوا لنا حطوا لها موديول كاستمر سبورت، حطينا موديول كاستمر سبورت، حطوا لها موديول درايفرز. عايزين موديول اسمه دوت كوليكتور. فقعدنا نضيف في موديولز بقى مع انفنتوري مع هيصه، النظام كبر لوحده، ما نعرفش كبر ازاي يعني، فبقى هيصه كده كبيره. كده انت بقى محتاج تعرف يعني ايه اركتكشر مع الباشمهندس مصطفى. دلوقتي كتاب الاي شوبينج كونتينر اول ما ابتدى الحقيقه ابتدى بطريقه غريبه وما كانتش متوقعه مني، لان هو ابتدى بيتكلم عن الكونتينرز. انا عارف هو ليه عمل كده، هو عايزك في الاول تقدر تشغل الابلكيشن، بس يمكن عشان هو زي ما قلنا الفوكس بتاعه مش السوفت وير اركتكشر. هو الفكره ان هو يديك مثال ويمشيك من خلاله من ناحيه الاركتكشر، يعني محتاج يكون عندك شويه خلفيه، ولذلك انا هبدا بهذه الخلفيه على هامش الكتاب. الخلفيه ديت هنبدا فيها نتكلم يعني ايه سوفت وير اركتكشر. بس انا شايف ان من الاول ليه السوفت وير اركتكشر، لان لو عرفت ليه هعرف يعني ايه. لان لازم اعرف الاحتياج، هل انا محتاجه ولا مش محتاجه. المشكله حصلت لي مثلا في بدايه حياتي، ان انا كنت عملت برضو سيستم كده يشبه اللي قابل تيفا ده، وعمال السيستم بيكبر معاك، فبالتبعيه انت ابتديته بديزاين. انت مش في دماغك ان هو هيكون عباره عن انتجريشن واجزاء مختلفه. بتيجي في لحظه معينه انت عايز تعرف السيستم دوت شغال ازاي، ولو انت ما عرفتش ده ما بيساعدكش على فكره، ده بيعمل لك مشكله. ازاي يعني؟ لان السيستم دوت لما بيكبر بتيجي في لحظه معينه بتلاقي مثلا سيستم وقف ليه؟ ما بقتش عارف فعلا كان السيستم كله وقف. سيستم شغل ايه؟ مش عايز اذكر التعميل بس خلينا نقول ايه، سيستم مشغل مؤسسه كبيره. هذا النظام كان بيقف كده يهنج ويوقف الدنيا كلها، والسبب مش معروف. المهم رحنا ونشوف ايه الحكايه، اكتشفنا ان في اتندنت سيستم هم نزلوه. الاتندنت سيستم دوت كان بيعمل اكسكلوسيف اكسس للداتابيز، فبيجي السيستم هو بيأكسس الداتابيز ديت بيتعطل بسبب الاكسكلوسيف اكسس دوت، فكل السيستم بيهنج لان الداتابيز مش بترد على ولا حاجه ليه. طب لو انا عارف اجزاء السيستم المختلفه وعارف نظامه وعارف الشكل بتاعه، بيكون من السهل ان انا اديه حتى للعميل وللاي تي هناك، لانهم عندهم قسم اي تي كامل فيه كذا موظف مش شغالين هناك، وكانوا هيقدروا يعرفوا العلاقات ديت ويقدروا ياخدوا هم احيانا القرار من غير ما يحتاجوا يرجعوا لنا. برضو دوت يديك فكره عن اهميه السيرفيس اورينتد اركتكشر، لان كده لو احنا شغالين سيرفيس اورينتد اركتكشر ما كانش كل السيستم هيقف مع بعض. مش مشكله، الموضوع حله كان بسيط، ان احنا نفصل الداتابيز بتاعت الاتندنس اللي هم خلوها تخش على الداتابيز بتاعتنا لسبب ما، وخلينا دي داتابيز لوحدها ودي داتابيز لوحدها والدنيا اشتغلت. لكن الفكره في الموضوع هنا اهميه الاركتكشر. طيب الاركتكشر دوت بيبدا من حاجه بسيطه جدا انت قد لا تكون محتاجه اساسا. يعني لو انا بعمل ويب سايت، واحد بيقول لي انا عايز اعمل ويب سايت، طيب هتعمل ويب سايت، ايه المشكله؟ خلاص ويعمل ويب سايت. هو عباره عن ايه؟ عباره عن اتش تي ام ال. الاركتكشر كله هو عباره عن ايه؟ عباره عن يو اي بس. فهيكون سيستم عباره عن ايه؟ عباره عن يو اي بس. يعني هو عباره عن لاير واحده اتش تي ام ال، والاتش تي ام ال دوت محطوط على هارد ديسك وبيتحمل على جهاز العميل ويشتغل هناك جافا سكريبت وبح على كده. طيب لكن الدنيا مش بهذه البساطه. طب افرض كان اي كوميرس سيستم مثلا في احد من الشركات، ودي من الحاجات المهمه جدا الاركتكشر على فكره. لما جم قالوا لي احنا عايزين اي كوميرس سيستم، قلت لهم خدوا واحد من الاسماء المعروفه زي ماجنيتو والناس دي والاوبن كارت والحاجات دي. المهم هم طلع موضوعهم اكبر بكتير، وانا عامل فيديوهات بتكلم عن ازاي ان الريكويرمنت بتاعتهم موضوعها اكبر بكتير، اللي هي الاركتكشر سيجنفكانت ريكويرمنت. فلما لقيت الموضوع اكبر بكتير كان اقتراحي لا ده كده ما ينفعش، انت محتاج شوبينج كارت سيرفيس اورينتد اركتكشر شوبينج كارت زي اللي معانا دلوقتي في الكتاب اللي هي اي شيب كونتينر سيستم. يبقى الشوبينج كارت العاديه البسيطه هي عباره عن ايه؟ برضو اللاير اللي فوق ديت بدل ما هي اتش تي ام ال تبقى عباره عن جافا سكريبت ايا كان نوع الفريم ورك مع اتش تي ام ال. والجافا سكريبت دوت ممكن يكون شغال انجولار، فساعتها الاركتكشر بتاعه يكون اشبه بالان في سي، او شغال رياكت فساعتها الاركتكشر بتاعه هيكون بطريقه الفلكس او خلافه. طب انت بتقول لي الاركتكشر بتاعه، بص هو اليو اي احنا ما بنعتبروش اركتكشر، او برضه الحته دي لازم تاخد بالك منها، هو مش اركتكشر كاركتكشر، لان لسه ما تعرف محددات الاركتكشر
هتاخد بالك دلوقتي ان اليو اي ما ينفعش اقول يو اي اركتكشر، بس احنا لما بنقول يو اي ديزاين بيجي في بالك ايه؟ بيجي في بالك البوتونز وشكلها ومحطوطه فين والدنيا متوزعه ازاي. فعشان نعزل الاثنين دول عن بعض ابتدينا نتكلم عن اليو اي كاركتكشر، وخاصه ان جزء من موضوع اليو اي ان احنا بننظم الفولدرز ازاي، وتنظيم الفولدرز دوت هو جزء من الاركتكشر. طيب انا عندي اليو اي، واليو اي ديت بتبقى بتتكلم باك اند، والباك اند ديت هي اللي فيها البيزنس لوجيك، والباك اند ديت ليها داتابيز واحده، ده اللي احنا بنسميه حاليا مونولث، واللي احنا مش ضده من زمان زي ما انا قلت لك، وكنت من زمان بشجعكم على المونولث لان الناس كانت بتروح للمايكرو سيرفيس خطا. دلوقتي الناس مبالغه في تعظيم المونولث، فبنصحكم لا، ما تروحوش للمونولث وخلاص، بقى لازم تفكر الاول، وليا فيديوهات بتكلم في النقطه دي. المنظر اللي انت شايفه قدامك ده اركتكشر، خلاص ده ايه؟ اركتكشر، مفيش مشكله خالص. طيب بس الاركتكشر دوت بدا سيمبل، بس مع الزمن ابتدى يكبر. بنحتاج بقى حاجه بنسميها احيانا البيزنس اركتكشر عشان يوضح بعض الاجزاء الخاصه بالبيزنس بتاعي. يعني مثلا لو احنا جينا على الجزئيه دي لوحدها، الجزئيه ديت شايله كذا بيزنس. مع الوقت احنا لقينا زي ما كان تيفا بيقول السيستم نما، فلما نما لقينا نفسنا هنا في الجزئيه ديت بقى عندنا جزء خاص بالانفنتوري، وجزء خاص بالشوبينج كارت، وجزء تاني خاص بالدرايفرز، وهكذا. يبقى النظام عمال ينمو ويطلع له موديولز. كل الموديولز دي موجوده فين؟ في منطقه البيزنس لاير. طبعا كل الموديول اكيد بنعدل معاه اليو اي، تمام؟ ولو احنا عاملين موديولاريتي كويس جدا النظام هينمو بشكل كويس. لكن هديك مثال بقى لمشكله ممكن تحصل نتيجه للنظام دوت. لو انت بتعرف تديزاين المونوليث صح، يعني انت جبت المونوليث بتاعك كده على مستوى اركتكشر، رحت قلت انا عندي الموديول الفلاني والموديول الفلاني، والموديولز ديت بتتكلم مع بعض من خلال باوندريز، والباوندريز دي محدده جدا. هاي لما تبدا بتقابل لك مشاكل في النظام، هتقدر تنمو الى شكل تاني من الاركتكشر زي السيرفيس اورينتد اركتكشر. يعني لو انا كل واحده من دول اعملهم صح قوي، ساعتها هقدر اكسر الجزئيه دي لوحدها، واقدر اكسر الجزئيه دي لوحدها، واقدر اكسر الجزئيه دي لوحدها، وكل واحده تقدر تشتغل في نظام خاص. هيبقى عندي ده كانه درايفر سيرفيس، ودوت هنا انفنتوري سيرفيس، وكل الكلام دوت بيتكلم مع بعضه. الرسم اللي برسمه دوت والحكايه اللي بحكيها دي هي ده اللي اسمه السوفت وير اركتكشر. انا بتكلم على ليفل مختلف، بشوف البيج بيكتشر. مش كده وبس، طب انت بتتعامل مع جيميل، ادي الجيميل اهو بيظهر في الاركتكشر لان هو انذر كومبوننت، تمام؟ طيب هل الاركتكشر هو نوع واحد؟ لا، هو انواع. اللي فوق اللي شفناه دوت بنعتبره بزنس لوجيك اركتكشر، لكن ممكن يكون عندي نوع ثاني من الاركتكشر اللي هو ايه؟ مش بزنس، اسف، تكنيكال اركتكشر. لكن ممكن يكون عندي نوع ثاني. ايه هو النوع الثاني؟ ديبلويمنت اركتكشر. يعني ايه ديبلويمنت اركتكشر؟ يعني انا الكلام ده عشان اعمل له ديبلويمنت انا هحطه على سيرفر، والسيرفر دوت هيكون فيه كل حاجه، هيكون فيه اليو اي، وهيكون فيه البيزنس لوجيك، وهيكون فيه الداتابيز. او ممكن ما يكونش كده، لا ده انا هعمل ايه؟ ابص انا مش هعمله كده، لا انا هعمل شكل مختلف. انا هخلي اليو اي والبيزنس لوجيك ديبلويد في سيرفر، والداتابيز موجوده في سيرفر لوحدها. ده اسمه ديبلويمنت موديل، تمام؟ طيب وطبعا الكلاينت اب لما بيجي يعمل لود، فاليو اي دي كلها على بعضها لانها اجاكس وجافا سكريبت، فبتتنفذ هنا، بتكسكيوت هنا، والبيزنس لوجيك بيفضل هنا. لكن الديبلويمنت يظل هو بهذا الشكل. طيب يبقى ده اسمه ايه؟ ديبلويمنت. الديبلويمنت اركتكشر. هل في نوع تاني؟ في البيزنس اركتكشر. هو اركتكشر ملوش علاقه بالديبلويمنت. يعني ايه؟ يعني لو جينا مثلا خدنا الحته دي كده ورحنا قلنا انا عندي هنا الانفنتوري، ده كموديول انا ما بتكلمش ان هو سيرفيس، انا بتكلم عليه كموديول. هو كموديول بيحتاج بيتكامل مع الاوردرز. ليه؟ لان لما بيحصل نيو اوردر، النيو اوردر بيخصم الكلام دوت من الانفنتوري، فالنيو اوردر بيديبند على الانفنتوري. او ممكن يكون لا، مش ممكن يكون لا، هو مش هيحصل العكس. يعني اكيد الانفنتوري مش هو اللي ديبند على الاوردر، لان الاوردر هو اللي بيخصم لما يحصل حاجه. احنا ممكن طبعا بقى دي كاركتكشر نعملها على هيئه سيرفيس باص في النص، ده في الجزء التكنيكال. لكن في الجزء البيزنس ده مش مهم بالنسبه لنا، احنا عايزين نعرف الورك فلو ما بين الديفرنت موديولز بيحصل ازاي. ولذلك احنا بنقول مثلا الاوردر دوت بيخصم من الانفنتوري. بيكون عندي مثلا موديول اسمه برودكت كاتالوج مثلا، والبرودكت كاتالوج دوت اللي بيديبند عليه برضه الاوردر. ليه؟ لان الاوردر محتاج يطلع برودكتس معينه اللي هي بتكون ريفرنسد عنده في الاوردر ايتمز، وهكذا. فده اللي احنا بنتكلم عنه هنا، ده بنسميه بزنس اركتكشر. هو عباره عن الكومبوننتس بتاعت البيزنس والعلاقات ما بينها، والفلو ما بين الاجزاء المختلفه دي عامل ازاي. فده نوع من انواع الاركتكشر. هو كده خلصوا؟ لا، عندي نوع كمان. ايه النوع كمان؟ حاجه بنسميها الداتا اركتكشر. ايه الداتا اركتكشر؟
اللي هو شكل الداتا، والداتا متقسمه ازاي وديستريبيوتد ازاي وكل حاجه موجوده ازاي. كل دي انواع من الاركتكشر اللي احنا ممكن نعرفها في النظام عندنا. طيب نيجي بقى للاي شوبينج كونتينر. عايزين نشوف الاركتكشر بتاعه دلوقتي مع بعض. تعالوا نتفرج على الاركتكشر بتاع الاي شوبينج كونتينر مع بعض.